بقول لك يا ريس يا ريس، ايوه انت اركب بورسعيد منين؟ احلى بورسعيد واحلى مصري في الدنيا. قلت لك الصبح في التوقعات الزمالك هيكسب 2 3 مستريح، والاهلي هيتعثر قدام المصري. بس وانا بقول لك التوقعات نسيت ان الحكم امين عمر، وان الاهلي مش هيخسر مع امين عمر. وبالفعل برضو زي ما توقعت قلت لك هيتحسب للاهلي ضربة جزاء في الدقيقة 90، وفعلا اتحسب للاهلي ضربة جزاء في الدقيقة 91. واللي بيتصدى لها متخصص ركلات الجزاء احمد سيد زيزو. وتخيل زيزو اللي الاهلي دفع فيه 100 مليون واشتراه من الزمالك عشان ما بيعرفش يعمل اي حاجه غير ضربات الجزاء، ضيع ضربه الجزاء وضيع عليهم الثلاث نقط، وضرب كرسي في الكولومبو وخلاها ليله زرقاء على دماغهم كلهم. بس هي الحكام دي امتى بقى يتعمل لها وقفه بجد؟ يعني امتى هنخلص من الفجر والقذاره دي؟ 7 دقايق من لا شيء، معرفش ضاعوا فين ال7 دقايق عشان يحسب 7 دقايق، وبيلعب بدل ال7 10، وبيدي الاهلي ضربه جزاء من وحي الخيال في الدقيقه 91. اللي هو تحس امين عمر نازل الماتش انا مش هطلع غير لما الاهلي يكسب. بس شوف اراده ربك بقى يا اخي، سبحان الله، كل حاجه وقفت ضدك النهارده عشان الاهلي ما يكسبش. اصله لو كسب مش هيبقى عدل ربنا، يكسب بتعبه ويكسب بشرف ماشي، لكن بالمنظر ده لما تحب تتكلم في توقعات للكره تاني يبقى تعالى لي. قلت لك النتائج دي من الصبح، والحمد لله اللي بنقوله بيحصل. مبروك لكل اخواتي الزملكاويه اليوم الجميل ده والثلاث نقط المهمين قوي دول، وعرض لك لجمهور الاهلي، بس انتوا تستاهلوا. ومحدش قال لي برضو اركب بورسعيد منين.